أول حاجة العوام ليس من حقهم إصدار أحكام. يعني إيه بسرعة؟ دي أول نقطة. أنا راجل دلوقتي عامي بالنسبة للعلم الشرعي، سواء العلم الشرعي المعتمد رسميا زي علماء الأزهر وعلماء الأوقاف، أو من الناس اللي هي بتعلم بعض علم مجاز، شيخ عن شيخ، عالم عن عالم. تمام؟ دول علماء ودول علماء. تمام؟ فأنا مثلا واخد العلم أو كعامي ملت للرأي بتاع فريق منهم، وأنا مش عالم لكن مايل للرأي ده، اللي هو مثلا إن أنا شايف إنه ما فيهوش حاجة. ما يجيش أقول على اللي هو عايز يلتزم أكثر، تمام، من وجهة نظره، لأن أنا مش شايف إنه ده التزام، ده تدقيق، ده مضلل، ده وهابي، ده دماغاتهم متحجرة، ده تبع داعش، ده مكفرين. ما ينفعش. كذلك ما ينفعش الطرف الآخر أو الطرف السلفي يذكر إنه الناس اللي هتصلي على النبي دول بتوع موالد وبتوع الله حي وبتوع طبيخ وبتوع الكلام ده. زائد إن أنا ما ينفعش أذكر على صفحتي الحكم وأروح أقول لا ده أنتوا يجب عليكم تصلوا على النبي النهارده، واللي ما يعملش كده مخالف، واللي ما يعملش كده وهابي، واللي ما يعملش كده مكفر. لا، ما ينفعش أقول كده. ما ينفعش أكتب على صفحتي إن آخد حكم وما أذكرش باقي الآراء، إلا لو أنا عالم معتمد تجوز لي الفتوى قضاء وديانة. يعني تجوز رسميا إن أنا راجل أكون بالفعل تحت منظمات الدولة والقانون يجيز لي إن أنا أتكلم. تمام؟ ما أجازيش إن أنا أتكلم، حتى لو ينفع أتكلم ما أتكلمش. ليه؟ إيثارا للنظام وإيثارا للترتيب وهذه الأمور. تمام؟ فما ينفعش أنا أكتب وأنا مش عالم. يعني إذا كنت عالم ففي شروط لي إن أنا أتكلم بها، وده كله هدفه الحفاظ على وحدة المسلمين. لازم نبقى تحت مظلة المسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل. المنظر مش حلو، المنظر اختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم. انت يا عم السلفي غير المسلم مش شايفك ملتزم، شايفك مختلف على النبي صلى الله عليه وسلم. وانت عمك تشتم في اخوك وتقول مكفر وتقول وهابي، برضه ما ينفعش هذا الكلام. يبقى اذا انا كعامي ما اكتبش حكم، انا اختار الحكم ده لنفسي، لكن ما اكتبش كلام عشان الفيسبوك احنا نسينا نفسنا فيه وبنستخدموش صح. لازم اوضح ان الحكم ده قالوا الشيخ فلان والحكم ده قالوا الشيخ فلان والتنين مسلمين. هل لكم يعني اله غير الله تعبدونه؟ ما فيش. هل في دلوقتي هيترتب على الكلام ده انه مثلا فريق كافر وفريق مؤمن؟ ما فيش. لكن ما ينفعش انا اصف الباقي بالضلالات والبدع. موضوع هل هي فعلا بدعه او غير بدعه ده موضوع ثاني عايز وقت كثير، وانا عارف ان وقت حضراتكم مش يعني كتر خير الناس يعني. يبقى اول حاجه ما تصدرش احكام. انت شايف، انا شايف مثلا انه بدعه، ما اكتبش ده والله ده بدعه وحرام ومش حرام. لا، ده رايك انت او الراي اللي انت ملت ليه. ما في علماء تاني قالت مش بدعه. يبقى اذا انا اسلك الشيء اللي يوحد الصف. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. تمام؟ خاصة إن الاختلاف عليه على حاجة ليها أصل. يعني أنت مختلف، يعني هو قال جهر وأنت قال سر، هو قال لك صلي. تمام؟ طب النهارده والله العظيم يمكن من أكثر الأيام الواحد صلى فيها على النبي كثير، وكل اللي حصل بعد صلاة الجمعة واحد مسك الميكروفون قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وفي ناس جابت وفي ناس ما قالتش. فأنت مختلف ليه؟ خلي وحدة الأسر وحدة المسلمين. تمام؟ شوف المصلحة العامة للمسلمين فين واعملها. مش بقول لك اتنازل. لو حد اعتقد في غير الله ده مش عايز كلام اصلا. لا يجوز لك، تاني نقطة عشان بس ما اخركمش، لا يجوز لك كمسلم ان تضلل وتصف الطرف الاخر بصفات خارج الموضوع اللي هم قلناهم دول يعني. بس دي بتتميز. لا، خلي بالي ان انا ما اكتبش حكم. تمام؟ يمكن العلماء دول يا اخي يتفقوا في ادله بكره وبعده، تاخد انت الذنب عشان انت سمعت من عالم واحد ومرتاح له. طب انا بسمع للنابلسي وبسمع للشيخ مصطفى العدوي وبسمع لكله، واجيب ورقه واكتب، واللي ما فهموش اتصل بالعلماء. لكن اقلب لا، مش لا، ما ينفعش.
لا يجوز ذلك الأمر. لا يجوز لك كمسلم أن تضل الطرف الآخر بصفة خارج الموضوع. وحدوا يا جماعة، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هو سماكم المسلمين من قبل. أنت شغال تقول له مكفر، وأنت شغال تقول له طبيخ. واحد تاني علم الغيب يقول لك بعد فترة بقى هتكلم فيها في نقطة التصور الخاطئ للذرائع، خلينا لما نوصل لها. طيب هنيجي اليوم الجمعة نفسه، يعني دي الحتة اللي هي يعني اهو هنقول بدعة. يعني ممكن دي تفتح لك النور تقول لك الموضوع بدعة ولا مش بدعة، وفيه تخصيص ولا ما فيهوش تخصيص. أنا معاك يا سيدي. تعال نشوف الشيء اللي اتعمل ده. اتعمل امتى؟ اتعمل الجمعة. وزارة الأوقاف طلبت من الناس إيه؟ إنها تعمل الموضوع ده يوم جمعة. وأنا بتكلم في إطار الموضوع، في إطار الموضوع نفسه، ماليش دعوة بقصة مين اللي طلب ده، مين اللي قال. أنا بتكلم على إنه يوم جمعة، وفي ناس قالوا إنه ما فيش تخصيص. طب تعالى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فيما معناه عن يوم الجمعة. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه نفخ الصور إلى آخر الحديث. طب إيه المطلوب يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل كل الفضائل دي يعدلها فأكثروا علي من الصلاة في هذا اليوم. أنت هتقول لي أنا أصلي على النبي وحده عادي، وهم واثنين صلوا مع بعض عادي، أنت توقف ليه فيهم؟ أخليهم يصلوا بالطريقة دي. إيه اللي هيعمل؟ إيه اللي هيترتب على كده يعني؟ بص، أكثر من الصلاة على النبي بسنتي اتكلم معك حد. يجي مثلا حد يعتقد لي في الشيخ فلان ولا في الشيخ علان، كده أنت دخلت في الشيخ. هتقول لي باب التصور الخاطئ أهو. رقم 4. يبقى ننتقل من الجمعة دي من 3 ل 4. قبل ما ننتقل من 3 ل 4 انت خايف من التخصيص، ما بخصص لك الجمعه. يعني الجمعه نفسها كمان ليها افضليه. فانا لا، يعني انا لو ذكرت الناس على الواتساب انهم يصلوا على النبي يوم الجمعه، تمام، او ليله الجمعه، واستخدمت الواتس لذلك، تمام، وجمعت 15 يصلوا، ان الله وملائكته يصلون على النبي، آية في القرآن. أنا عارف إن حضرتك مش منكر لده، بس أنت لما هتتكلم هيحصل اختلاف. قيس الاختلاف بقى. أحسن إنك أنت، أنا معك، أحسن إنك أنت تكون ملتزم بالملي، تمام، زي يعني كده نسخة. وده ليه كلام آخر، ليه شرح آخر، يعني عشان ما حدش يقتص ويقول ده رأيي. أفضل إنك أنت تبقى كده نسخة بالظبط بالملي، وتجلد وتلتزم، ومش عايز تغلط غلطة، لأنه شايف من جواك أنا شايفك كده، مش شايفك وهابي ولا مكفر ولا الكلام ده. أفضل ولا أفضل يحصل على الالتزام ده، تمام، اختلاف بين المسلمين ورأي غير المسلم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا الصلاة ليها على النبي صلى الله عليه وسلم ليها أصل في المراحش. عمل حاجة تانية. الجمعة نفسه ليه فضائل. فأنت خلي حتى مش اجتماعي، يعني خلي حتى ال5 دقائق دول ولا ال10 دقائق دول للتذكير. يعني لو حد جاء قال لي مثلا الله يصلي على النبي يوم الجمعة بالطريقة الفلانية بعد صلاة الجمعة للأجر الفلاني، أهو ده ب1000 بيبتدع. لكن هم الجماعة كل ما في الأمر قال لك موضوع الخطبة الصلاة على النبي، تمام، واعمل تدريب عملي. أنا مش دعوة بالوزير بقى وحش في الوزارة، مش في وزارة الأوقاف، ده موضوع يسأل فيه يعني إيه إداريا، وماليش دعوة بيه هذا الأمر. ليه دعوة بمين اللي طلب يوم الجمعة، أيا كان مين اللي طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فتذكير. لكن مش شرط الاجتماع، ما شرطش الاجتماع، وبقول لك صلي على النبي، تمام، ووحد المسلمين على الصلاة على النبي. إيه اللي هيترتب على ذلك؟ هيصلوا على النبي. طب أنت لو صممت في المخالفة صلي على النبي، بس أول ما تلقاه إنه هو بيعمل شيء خطأ أظهر هذا الحكم الخطأ وخلاص. لكن أنا مثلا جاري هو مسلم مثلا ومختلفين في الحكاية دي، واحد بيقول بدعة ما أنا وهو بنصلي في مسجد واحد، هقول له أنت مبتدع، هيقول لي أنت مبتدع ومضلل إذا كان أنا بصلي بيه إمام وبيجي يصلي وراي. هتبقى إزاي يعني دي؟ فوحدوا. فبكرر، أنت مش من أهل العلم ما تتكلمش. قول أنا الشيخ فلان الفلاني قال رأيي الفلاني وأنا بميل الرأي ده،
وربنا يجازي كل واحد فينا خير ويتقبل منه. لكن تشتغل تقول لي ده انت مبتدع وانت مضل وانت لا تفهم وانت لا، وتكتب على صفحه، او انت تقول له ده انت وهابي ده انت مكفر ده انت، ما ينفعش يا جماعه الكلام ده. التصور الخاطئ للذرائع، سد الذرائع حلو، بس انا راجل صليت على النبي مش هرقص في الجامع يا اخي. ما تتصورش انت من دماغك ان انا هجيب طبل ورمز وانشاء. يعني انا بجتهد، راجل مجتهد، يعني ودي كده عشان شغلي كصيدلي والكلام ده، فمش فاضي ان انا افرغ نفسي كمجتهد ابتهال فقط، يعني ان انا اشتغل شغل، لكن بجتهد. في اللي بينفع الرجال في الجامع وفي اللي لا، فكله عارف كده. طيب تلاوة القرآن بالطريقة اللي بيقراها الشيخ محمد صديق المنشور ما كانتش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هي بدعة؟ اجتماع الناس في حفلات، وربنا يرحم فضيلة الدكتور خالد الكاشف يعني مات العلم بموته، تمام؟ لما سئل عن ما يحدث في ليلة الإسراء والمعراج، الراجل قال الموالد غلط، واجتماع الناس وتذكيرهم بما في هذه الليالي من فضائل ما فيهوش حاجة، رغم انه كان في ناس بتقول انه هو بدعة، واجب واحد يقرا قرآن وواحد يقول كلمة وواحد، ما كانش فيه موجود ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في ناس قالت عليه بدعة. لكن جاء عند الموالد وقال غلط. فأنا أقصد إيه؟ أقصد النقطة الخامسة اللي هي مقياس العقيدة. يعني مقياس العقيدة يعني أنت تحت الإسلام، ما راحوش شربوا خمرهم، ما اعتقدوش في غير الله، في أمور أساسية هتقيس بها العقيدة بتاعتك، وده برضه ليه فيديو وحده، تمام؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني طالما مثلا الشخص ما انحرفش ناحية الجماعة اللي هم بيشركوا بالله ويعتقد في انه ولي او عبد مدفون ممكن ينفع، او في بلاده طبعا مرفوض، فبالله عليك ما تتهمنيش عشان انا صليت على النبي بجماعه ان انا هتبع دول، ما تجيبش حاجه من دماغك لسه ما حصلتش، تمام؟ اللهم صل على رسول الله. شوف الحاجه اللي هيعملها الشخص دي ليها اصل في الدين، ليها اصل، يعني الصلاه على النبي فين جات؟ في القران، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوف الحاجة ليها أصل، لكن كل اختلافنا عشان جهر ولا سر. بإذن الله يكون في فيديو تاني، لو في أي حد عنده سؤال ويكون مع أحد العلماء، أو سأنقل لكم كلام العلماء من خلاله بإذن الله عز وجل، دي أو دي. فدي النقاط اللي أنا حبيت أتكلم فيها. يعني اسمع الفيديو كويس ووقفوا حتة وبكرر، الناس اللي هي عوام بالنسبة للعلم الشرعي زي حالاتي ما تصدرش أحكام. يا ريت الفريقين ما تنفعش تصف أخاك بما بالسباب والقذف. ما ينفعش نختلف حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بسيط. صلي على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم طلب مننا ده يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم طلب ده يوم الجمعة، فأنت ذكر الناس فيه. الناس بقى زودت على الجهر، إيه اللي ممكن يزيد؟ إنه ناس، يعني هو المشكلة إنه موضوع الصلاة على النبي مرتبط جو بالصوفية، وإخواننا السلفية كلنا مسلمين بيحبوا السر، يحبوا يعني ما تلقاهمش في المجالس دي قوي، يعني بيبعدوا عنها. لكن لا، دي حاجات يعني مثلا بسمع أنشودة دينية قلبي بيصفى لما، بس بشرط ما اروحش اسمع بالموسيقى، ما اروحش اسمع. فهم بيخافوا الناس ما تنفذش الشروط، فبيكفي. بتكفي ليه علي اذا كنت انا عارف امسك نفسي؟ تحرمني ليه من البركه بتاعت الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش هجيب انا مزمار في الجامع، بتتوقع عليه من دماغك. يبقى دي من النقاط، معلش كررتها تاني عشان تشوفها في بعض الشباب. بكرر لك، انت من العمر تتكلمش، اتكلم تقول انا خدت بقراء الشيخ فلان، مش يعني تقول ده باللفظ بالنص، لا، يعني يكون في كلامك سياقه انك انت اخترت ذلك، وتذكر الآراء